وفاة الفنانة فيفي عبده عن عمر ناهز 80 عام. تابعوا معنا هذه التغطية. تعالوا نشوف الأحداث بالصوت والصورة. ترحموا على جميع أمواتكم في التعليقات، وضعوا لايك على هذا الفيديو ليصل لجميع أخواتكم، واللي ما يعرفش يعرف. تابعوا معنا متابعينا الكرام هذه التغطية، وتعالوا نشوف اللي حصل بالظبط. الفنانة الكبيرة فيفي عبده، طبعا حضراتكم عارفين ان الفنانة فيفي عبده مؤخرا كانت موجودة في برنامج وتحدثت عن ليلى عبد اللطيف. في حادثها ذكرت ان ليلى عبد اللطيف، اكيد حضراتكم عارفينها، اللي بتسمى عالمة الفلك، تحدثت عنها وقالت ان فيفي عبده هتتوفى وهي عمرها 80 عام. هل ده هيحصل فعلا ولا لأ؟ ده في علم الغيب. لكن ايه اللي حصل لفيفي عبده؟ التغطية اللي معانا دلوقتي هتعرفوا منها التفاصيل. ظهرت الفنانة الجميلة فيفي عبده وهي بتعترض على اللي قالته ليلى عبد اللطيف، وقالت لأ، هموت عندي 80 سنة، أنا عايزة أعيش أكتر من كده بكتير، أنا لسه ما عملتش أي حاجة في حياتي، أنا حابة الدنيا وحابة إن أنا أكون فيها أكتر من كده. الفنانة فيفي عبده كانت ذكرت قبل كده وقالت إن هي بالفعل يعني دفعت لشخص فلوس، وفلوس كتيرة جدا جدا، وإن هو هيرافقها في المقابر طوال الوقت، وهيكون حاطط لمبات بتنور حوالين القبر بتاعها، وإنه يكون موجود، وكأن ده راتب شهري هياخده ليه مدى، مش هنقول حياتها بقى، هنقول هياخدوا من أسرتها مدى يعني حياتهم هم، ان هو يفضل حارس المقبرة بتاعتها. ده كان كلام فيفي عبده في السابق. فيفي عبده دلوقتي يا جماعة عندها 70 سنة. ليلى عبد اللطيف قالت ان هي تتوفى عندها 80 سنة، واستغفر الله العظيم، محدش يعرف فاضل في عمره ايه بالظبط ولا هيعيش لحد امتى. كلام ليلى عبد اللطيف مش قرآن منزل، دي واحدة بتخمن مش اكتر. ممكن كلامها يطلع حقيقي عن طريق التخمين، وممكن ما يكونش حقيقي ولا ليه أي صلة أصلا بالكلام ده. خافت الفنانة فيفي عبده من الكلام ده، اللي هو كلام شرك وكفر فعليا، إن أي حد إن هو يطلع على الغيب أو يقول إحنا بكرة هيحصل إيه، لأن دي من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها. متابعينا الأعزاء، يعني فيفي عبده دلوقتي طبعا خايفة ومرعوبة إن بعد 10 سنين هتتوفى. وطبعا احنا كلنا مش عارفين ان بعد دقايق ولا لحظات جاية هيحصل فينا ايه. ممكن اي حد فينا يتوفى في اي لحظة ايا كانت. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الجميع ويحسن خاتمتنا جميعا.